كان هذا آخر فيديو لي. أنا آية عادل، أبلغ من العمر 27 عاما، مصرية أعيش في الأردن، وأعمل فنانة تشكيلية. تعرفت على كريم خالد حسن، الذي يعمل مستشارا في منظمات دولية لمكافحة العنف ضد النساء. أحببته رغم أنه مطلق مرتين. تزوجنا، وأنجبت منه طفلين. مع مرور الأيام، بدأت أرى وجها آخر لكريم. كان يغضب كثيرا، ويعنفني لدرجة أن الجيران كانوا يسمعون صراخي دائما. كنت أقنع نفسي أنه سيتغير، وأنني أحبه، ولا يمكنني ترك أطفالي بلا أب، لكن دون جدوى. فقررت الانفصال عنه. ذهبت إلى مصر، اشتريت شقة، ثم رجعت إلى الأردن لأحضر أغراضي. يوم الجمعة، صليت وكنت أحضر الطعام لطفلي، ولم تكن لدي أي نية للانتحار. وقع شجار بيني وبين كريم، ووجدت نفسي على الحافة، ثم سقطت. عائلتي واتهمت زوجي بقتلي، وتم القبض عليه، لكن التحقيق لا يزال جاريا. أما طفلي، أخذتهما الرعاية الاجتماعية وسلمتهما إلى عائلة زوجي. أتمنى منكم الدعاء بالرحمة لي، والصبر لعائلتي.